السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم المبتدئين لبرنامج سوليد ووركس. النهاردة هنتكلم عن أداة ريفولف. هتلاقي في قائمة اكسترود كده هتلاقي حاجة اسمها ريفولف. نطلع بره السكتش بس كده. هتلاقي الأداة ريفولف. الأداة ريفولف دي عبارة عن إنك بتلف سكتش بسيط جدا. بعد ما بتعمله بتلفه حوالين ضلع او حوالين سنتر لاين او حوالين محور عموما، محور تماثل او محور، يعني بتلفه حوالين بلين مثلا او سنتر لاين بعدد درجات معين، مش لازم 360 درجة يعني. ممكن تلفه زي كده. طب ده هيتعمل ازاي؟ اول حاجة زي ما اتفقنا هناخد الفرونت بلين ده ونعمل عليه سكتش، ونيجي فنفترض مثلا ان انا هرسم مثلث. هرسم مثلث كده كده. تمام. وهبتدي ان انا اديله دايمنشن. هاخد دي مثلا 50 ملي. وانا عايزه متساوي الاضلاع، فانا هخرج بره السمارت دايمنشن كده، وهبدأ ان انا اخد الثلاث اضلاع دول، اعمل لهم سيلكت واقول ان هم ايكوال، وابقى كده انا عملت مثلث متساوي الاضلاع. طيب هو ليه ازرق؟ عشان انا اقدر احركه في كل الاتجاهات كده. فانا ممكن اخلي الميد بوينت هنا. نخرج بره بس دي. خلي الميد بوينت دي اعمل دوس عليها ودوس كنترول وسلكت دي واقول كوانسيدنت كده، هما بقوا على بعض وهتلاقي كل حاجة اتعرفت. ممكن بقى تحط الريفولف بتاعتك. انا عايز الفه مثلا حوالين دي، فهيلف بالمنظر ده كده. طيب انا عايز الفه حوالين ده، هيلف بالمنظر ده كده. عايز الفه حوالين ده، هيلف بالمنظر. طب تعالى نشوف شكله كده. هو 360 درجة. طيب انا لفيته 360 درجة. عايز مثلا ألفه 270، فهدوس على revolve وهقول edit future وادوس 270 وادوس اوكي. هيبقى ده شكله، تلات ارباع الشكل. تمام. كليك يمين edit future. عايز الفه 180 درجة وادوس اوكي مرتين، مرة عشان يعمل لي simulation للشكل واشوفه قبل ما يطبق الأداة بتاعته. طيب دلوقتي انا مش عايز الفه حوالين ضلع من اضلاع المثلث. اعمل ايه؟ هدوس على دي واخفيها، اقول سبريس. تمام. وهمسك السكتش بتاعها وهدوس نورمال تو عشان اقدر اعدل فيها، وهدوس edit سكتش. كده انا هعمل ايه؟ هعمل edit للسكتش. انا عايز الفه يبقى كده، يبقى مستقيم كده زي ما هو واقف، والفه حوالين حاجة. طب انا هعملها ازاي الحركة دي؟ بسيطة. هعمل سنتر لاين من اول هنا كده وهطلعه عادي. تمام. وهلف حوالين السنتر لاين ده لما 180 درجة. هو اخره هنا عشان قفل في الحتة دي كده. هو كده قفل في الحتة دي، مش هيقدر يلف تاني. فاهمني؟ طب نحل المشكلة دي ازاي؟ ببساطة حل المشكلة هيكون في انك تبعد السنتر لاين ده بعيد شوية. ازاي؟ هناخد ده بس كده الاول. احنا دخلنا السكتش اوريدي وهنمسحه، وهنبتدي نعمل سنتر لاين زيه بس ابعد شوية. تمام. سنتر لاين باي طول بس، واحط له دايمنشن بحيث ان هو يبقى ليه بعد معين عن الايه، عن الشكل. فاقول ده 15 ملي مثلا. وكده انا عملت السمارت دايمنشن بتاعي. هبتدي بقى اخرج من السكتش واعمل الايديت ريفولف بتاعي حوالين السنتر لاين ده. ده 180 درجة، انا عايزه 360، فبالتالي هغير 360 درجة. وكده ده هيبقى الشكل بتاعي. تمام. ده كده هيبقى الشكل بتاعي. ادوس لا، ادوس اوكي. ده الشكل بتاعي. طب انا عايز الفه حوالين
سنتر لاين معمول لفوق ببساطة جدا. هدوس على edit sketch وهعمل سنتر لاين فوق عمودي على ده، برضو لازم يبقى بعيد شوية عن الشكل، وهديله dimension هقول مثلا 12 وهدوس اوكي. اوكي وهعمل edit future، هاخد اللاين ده والفه حواليه، هيبقى شكله بالمنظر ده كده. وابقى كده انا عملت الاسطوانة او شبيهة الاسطوانة دي، ان هي من جوه تحس ان هي مقعرة كده داخل لجوه. بس ده كل اللي انت ممكن تقابله في أداة ريفولف. ما تنساش قبل ما تطلع من الفيديو تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، ولو في اي حاجة وقفت معاك كلمني في الكومنتات.